اهلا بيكي. معانا هنعمل المقلوبة بطريقة سريعة ولهلوبة. عندك بدنجان وبطاطس، قرنبيط او زهرة زي ما بتقولوا. كل ده يا مقلي يا محطوط عليه رشة زيت ومحطوط في الفرن، يا لو في الاير فراير يبقى تمام. معانا الرز المبهر بتعمليه ببهارات صحيحة، ومعانا الفراخ بس انا مش بسلقها، انا بحب اعملها بالبصل والصوص بتاعها ده هو اللي بسقي بيه المقلوبه لما بنطبق الخلطه. وتعالي معانا على حلتك، تجيبي حلتك عشان تطبقي وصفتك. هتحطي تحت طماطم وفلفل شرايح، وما تنسيش تبهريهم. وبعدين هنبتدي نرص شريحه بدنجان، ما تخافيش، وجنبها شريحه بطاطس، تاني شريحه بدنجان وجنبها شريحة بطاطس، شريحة بدنجان وجنبها شريحة بطاطس. هنكمل الرصة واوريكم. بعد ما رصينا البدنجان مع البطاطس، وبنرص طبعا تحت كده كمان، شايفين اهو الشكل. هنبتدي بقى نحط القرنبيط. شريحة قرنبيط وشريحة قرنبيط يا ماما، صح؟ ايوه بالظبط كده. المنظر خطير. طبعا بتجيبي اكبر حاجة حلة عندك، لو ولادك زي ولادي بيعشقوا المقلوبة. ونرص طبعا، ما تستغربوش لو ما لمستيش الاكل بايدك، الاكل ما يطلعش طعمه حلو. وطبعا يعني ماما ايديها مسكرة فهتخلي الاكل طعمه بالظبط. هكمل رص القرنبيط ونشوف هنعمل ايه. يمين. خلصنا رص القرنبيط، ما تقلقوش الشكل كتير، بس لما هنكبس عليه الرز مش هيبان كده. هنبتدي نحط الفراخ. انا جايبه فرخه ومقطعاها 8. طبعا الولاد مش صابرين اصلا، من هنا واقفين لها. هم عايزين من غير رص ومن غير اي حاجه. والله. يا ماما، هو احنا ما ينفعش ناكلها كده؟ طيب ما ينفعش. شكلها مشاحي. طيب كله مطبوخ. ما انا عارفه انه كله مطبوخ. طيب ايه اللي منعنا عن الاكل بقى؟ فيش كده اهو رصينا الفراخ، نبتدي نحط الرز بقى. بتوابلها كده يا ست الكل، هتحطيها على طول، متشغليش بالك. حطي واكبسي، حطي واكبسي. انا عندي سؤال يا ماما بس. يعني ايه كبسي؟ يعني نضغط عليها يا ده. المنظر بيبقى خرافي لما بتتقلب في الاخر. ايوه، ما عشان كده اسمها ايه؟ مقلوبه. بس المشكله في الاغلب ما بنعرفش نقلبها، بنجيب صينيه وبعدين نقلبها بيها. ما هو عشان صعب، احنا مش بروفيشنال يعني ان احنا نقلبها زيهم. هكمل الرز وارجع لكم. بعد ما رصينا حلتنا، باقي البدنجان والبطاطس طبعا مش هنرميهم، احنا هنحطهم فوق. شايفين الصوص اللي انا قلت لكم عليه؟ هو ده اللي بنشرب بيه. انا مش بحب اسلق الفراخ وبعدين اشرب الرز شويه ميه او شوربه، لا، ده بيديها طعم خرافه. حصل. جربوها ومش هتندموا بالطريقه دي. حصل. اتفق. وانا كمان اتفق مع اني ما بطبخش. ده صوص البصل رائع. سلام. بجد انا جوعت يا ماما، خلاص ناكلها كده. اقلبيها يا ماما، كل حاجه مطبوخه يا ماما. ايوه، اصل احنا مش هناكل حاجه نيه يعني، فاهمه؟ ماشي، عشان حتى الاسم بتاعها. ما انت هتقلبيها. ايوه مش لازم يعني تتحط على النار تاني. خلصنا. تغطي الحله كويس وتحطيها على نار هاديه 10 دقايق ربع ساعه، واقلبي يا ست الكل. ولما نخلص هوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي للمقلوبه بعد ما قلبناها. ليه بصوا بقى، ممكن تخليها كيك؟ اتفرجوا بقى على العظمه. اتفرجوا. البخار باين في الكاميرا. طعمها جامد زي حليب بصراحه. اهو
الكيكة بتتهرس، بحبها وهي شكلها كيكة. وبألف هنا وشفا. تسلم ايديك يا ماما. تسلم ايديك يا ماما. بألف هنا حلو. يلا بقى ناكل بقى عشان مش قادر بصراحة.